سمعتوا بالسوشي الياباني؟ خلينا نحضر سوا ب60 ثانية. كل المواد اللي عم تشوفوها بالفيديو رح أحطها بالتعليق تحت الفيديو. أول شي بيلزمني كاسة من الرز. رز السوشي طبعا غسلته 3 مرات وطبخته بكاسة ونص من المي مع الملح. بعد ما استوى عندي الرز بردته وضفت عليه ملعقتين من الخل. عملت كمان خليط التونة مع المايونيز والفلفل الأبيض والملح. هون الشيف فرد الرز على ورقة النوري، ورقة السوشي اليابانية، وضاف خليط التونة مع المايونيز، وبعدين ضاف الأفوكادو. فيكم تحطوا طبعا أي حشوة أنتوا بتحبوها وتضيفوا السوشي. هيك فينا ناكله طبعا مع صويا صوص أو سويت تشيلي صوص، بس أنا حبيت إنه بقليه، لذلك عملت خليط الطحين مع المي وضفت عليه البقسماط الياباني. فيكم تشوفوه بكل المحلات اليابانية. هون عملت نوع من السوشي التاني، عملته مع الجبنة الكريمية والأفوكادو والمانجا. بعد ما قلينا السوشي صارت وصفتنا هيك جاهزة. الرقائق المحشية الخضار اليابانية جبناها جاهزة.